ذكرنا كام مفتاح دلوقتي؟ 2. بفكرك الكزوشي في معناه الواسع بقى ايه؟ كسر الحالة الدفاعية للمنافس. ده يعني إخلال التوازن ولا يعني معنى أوسع من كده؟ معنى أوسع. السؤال أنت تقول لي طب إيه هي الطرق اللي أنا هكسر الحالة الدفاعية بتاعت زميلي اللي واقف متربس موطي وبيبعد وبيجري مني؟ قلنا في عندك حوالي 10 مفاتيح: إخلال التوازن، الكوميكاتا، السرعة، الريتم، العامل النفسي، الكياي، التايمنج، الكاونتر والكاونتر أتاك والكومباينيشن. كل دي مفاتيح. أوكي؟ دخلنا على إخلال التوازن. قلنا ليه 4 طرق. أول واحدة بوش بول. بوش بول دي أنا اللي بعمل الشغل كله. أنا اللي همسكك وأنت متربس تقيل مفيش حاجة، أروح نفضك حتتين بوش بول بوم، أقدر أفك الحالة الدفاعية دي. خلاص؟ قلنا تاني حاجة عايز أوفر مجهودي، أو ما استنى آخد مساعدة من جانب الأوكي. يبقى أنا بعمل للأوكي يا دوبك بريح عليه بوش، يرد عليا بوش، أسحبه بول وأغير اتجاهه وأخش. الأوكي موطي، أروح دايس عليه دوسة وهو بيفرد، أكمل عليه أفرده وأروح داخل. تالت حاجة بقى استخدام حركات الجسم. تعالى كريم. استخدام حركات الايه؟ طب ودراعاتي بقى هيبقى دورها ايه؟ خلي بالك الدراعات هي اللي انا عملت بيها البوش بول ده على طول، وهي اللي انا عملت ريحت عليه بالبوش، راح مديني بوش رحت ساحب. يبقى الدراعات، افرض انا دراعاتي تعبانه، خليني كده جيت قبل البطوله خلاص وكتفي انصاب، دراعي انصاب، كوعي انصاب، دراعي ده ضاع، خلاص ما العبش البطوله واروح. العب بجسمي ازاي؟ التحركات. انا دلوقتي اتحركت، يبقى هو اللي هيبقى ماسك وهو اللي بيتحرك، وانا استغل تحركات جسمي في البوزيشن لحد ما اوصل روحي. الحاله الدفاعيه هنا اتفكت، معناها قربت. ما هو الحاله الدفاعيه قلنا ايه؟ ان هو دايما كريم بعد نفسه، دي حاله دفاعيه. وكل ما اروح اخش يبعد، كل ما عايز امسكه يفلس مني ويجري مني ويبعد عني. حلو؟ طيب اذا انا في وضع من الاوضاع الكلام ده اتفك ايه؟ كريم في لحظه مثلا كريم راح جاي كده، جيت انا الوضع ده، انا كده في حاله دفاعيه ولا انا كده كسرتها؟ هنا كسرتها مش بدراعاتي، بتحركات الجسم والتاي سباكي والفوت ورك. ده المفتاح اللي هنعمله دلوقتي. يبقى انا هنا بلعب مع كريم بيتحرك، وهو بقى ايه؟ هيطمع ويبتدي يهجم، وده في حد ذاته فك الحاله الدفاعيه. وهو بيهجم هنا اهو كده اهو، رحت انا داخل كده، شوف، من غير دراعاتي ولا حاجه، وهو كريم بيتحرك كده اهو، رحت انا رايح هنا كده. بقيت راسم انا ايه دلوقتي؟ تي سكشن وضع مناسب جدا ليا انا، ليه هو لا. اول حاجه هدور هنا عليها، هعمل ايه؟ اوقف على السبورتنج ليج، لان حتى تي سكشن كده ودخلت كده ممكن كريم يرميني، لكن اول ما باجي في الوضع المناسب والزيرو ديستانس هروح واخده هوب موقفه على رجل واحده. هنا حط اي حركه بقى، هتحط كوشي جورما ماشي، هتحط اوتشيموتا ماشي، هتحط هاراي ماشي، هتحط تاي توشي، هتطير بيه وتنزل في الارض، هتعدي ماكيكومي، اعمل ما بدالك. المهم ما بستخدمش دراعاتي. انا دلوقتي اتعمدت ان انا اشرح وانا مش لابس بدله، عشان اللي بيقول لك الجودو ينفع في الشارع. طب انا مش لابس بدله، وهو اللي كريم اللي هيمسك حلو، وهو اللي هيتحرك وانا بتحرك معاه وهو بيتحرك. تحركات جسم. اوكي؟ عشان الحته دي بالذات صعبه، فاحنا هنلخصها في وضع سهل جدا، اللي هو لما انا اكون واقف ثابت
وكريم هيتحرك طاية شبكي في اتجاه دائري. هوريك على النموذج ده وانت مع التمرين وشطارتك هتعرف السكه. انا واقف مركز على دراعاتي، مفيش دراعات، مركز على تحركات جسمي. كريم بيتحرك كده، حركت انا عكسه ورحت الزيرو ديستنس، واللي بتاخدها معايا رحت رايح موقفه على السبورت اهو. كريم اترقى. كريم قال لك طب اتحرك له العكس، اتحرك العكس، رحت انا رايح العكس. شوف وانا بروح شوف خلاص. هنا هعمل ايه؟ سبورتنج ليج. ايه اللي طايره ده؟ هروح رفع خلاص بقى سبورتنج ليج. وهي حضرتك هتقف تشتغل الاتي. شوف بقى انا هنا ماسك بطراطيف صوابع لاني مش محتاجها اهو. بيتحرك، سبته هنا وسحبت هنا ورحت شايله، رجع الناحيه دي كملت على ايه ورحت شايله، راح هنا خدته هنا ورحت شايله، هنا كملت عليه ورحت وشايله، هنا سحبت اهو سبورتنج ورحت شايله. يلا